ميدان عاشور، فالترحاب ألف مرة بل مليون مرة، بل يعني أهلا وسهلا بكم في جامعة طبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا نحن اليوم نلتقي في هذا الملتقى العلمي الذي يجمع بين مفهومين لا يقل أهمية كل واحد عن الآخر، البحث العلمي والعملاء. ويعني الجميع أنه البحث العلمي في عصر لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر المستقبلية، ويحدد التحديات التي تواجهها هبطها شوية، هبطها صحيح. الأستاذة ربيح نعيمة، دكتورة في علم الاجتماع في جامعة الجفة ميدان عاشور. نظمنا الملتقى الوطني الثاني حول رقمنة البحث العلمي أو الرقمنة في خدمة البحث العلمي، الوضع الراهن والآفاق. كانت أهداف الملتقى هي محاولة الكشف عن واقع الرقمنة، رقمنة البحث العلمي في الجامعات الجزائرية، التعرف على مختلف استراتيجيات الرقمنة في البحث العلمي من خلال تجارب بعض الجامعات الأجنبية، أيضا محاولة تبني تصور حول منصة رقمية وطنية للبحث العلمي، كذلك الوقوف على أهم المعوقات ومحاولة تجاوزها، بالإضافة إلى محاولة الوصول من خلال هذا الملتقى عند الانتهاء من التدخلات المشاركين في هذا الملتقى، الوصول إلى توصيات تعطى للوزارة الوصية لهذا الأمر. كانت المشاركات متعددة من جميع أنحاء الوطن، يعني جامعات الجزائر من الجنوب، من الشمال، من الوسط، من الشرق، من الغرب، كلها أثرت المحاور المختلفة لموضوع رقمنة البحث. بن عروس محمد الأمين، أستاذ بقسم العلم الاجتماع والديموغرافيا بجامعة الجلفة ورئيس تحرير مجلة الوداد. مشاركتنا اليوم في الملتقى الموسوم بالرقمنة في خدمة البحث العلمي المقام بجامعة الجلفة، وهذا لتحقيق أهداف معينة، منها الهدف الرئيسي واللي هو محاولة تقليص الفجوة المعرفية التي يعاني منها الباحث والأستاذ الجامعي بالجامعة مع دخول الرقمنة التي هي كانت ضرورة أكثر منها خيار، وانتهجتها وزارة التعليم العالي وانتهجتها كذلك كل جامعات الدول الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. طبتم وطاب ممساكم. الطالبة بن مسعود نسرين في علم الاجتماع. كان لنا الشرف الكبير في أن نشارك وأن ننضم في هذا الملتقى الذي هو تحت عنوان الرقمنة في خدمة البحث الاجتماعي، ولهذا الموضوع دور كبير في مسار الطالب الدراسي، لأنه يعتبر عملية تسهيل والذي يواكب عصرنا الحالي أو عصرنا الحالية. أوجه أولا جزيل الشكر للحضور، سواء الطلبة أو الأساتذة الذين كان لهم دور كبير، وأيضا المساهمين في هذا الملتقى، والشكر الكبير لأستاذتنا المشرفة ربيح نعيمة، وشكرا.
في تطور مفاجئ قررت وزارة الشؤون الخارجية طرد 12 موظفا من البعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، وذلك وفق ما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وجاء في الصحافة أن القرار ردا على توقيف السلطات الفرنسية لموظفين من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإيداع واحد منهم الحبس ومتابعته قضائيا من طرف القطب المتخصص بالإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن الخارجية قد أمهلت 12 موظفا في السفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، وجميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريح مكتوب سلم للصحفيين حسب ما نقلته يومية لوموند إن هذا جاء ردا على اعتقال 3 مواطنين جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية. ويشير بارو إلى قضية الملقب بآمر ديزاد، وقد تم توجيه الاتهامات إلى 3 أشخاص في هذه القضية يوم الجمعة الماضي، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية. وقال أيضا إن لم تتراجع السلطات الجزائرية عن قرارها لن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل. Ce lancement est ainsi l'occasion de présenter officiellement les objectifs du projet Takati+, aussi l'occasion de communiquer les avancées réalisées dans le domaine des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et de l'efficacité énergétique. Voilà donc pour la signature de ce...